اول ما تعدي فئه ال 10000 جنيه الاوبشنز بتقل، ما يبقاش عندك بقى كم الموبايلات اللي في 3000 و4000 و5000 و2000 كاتيجوري والكلام ده، بس الفروقات بتزيد، فروقات السعر بتزيد. بس احب اوضح لك بقى ايه الفرق. عادي تقارن موبايل ب 10000 بموبايل ب 11000 او 12000 كمان، بس مش عادي تقارن موبايل ب 3000 وبموبايل ب 4000. يا عم ده الفرق 1000 وده فرق 1000، لا الفرق ال 1000 اللي في ال 3000 ده تلت سعر الموبايل، ال 10000 لا، يعني اللي خلاص اللي وصل ل 10000 هيوصل ل 11 12، اما من 3000 لل 4000 كتيره شويه او 5000 كمان، فصعب تقارن. فليه بقول الكلام دوت؟ علشان لما اجي اقارن يعني بسبق كده، عشان لما اجي اقارن موبايل ب 10000 وموبايل ب 12 واحد يقول لا انت ازاي بتقارن الموبايل ده ما ينفعش، ده سعر وده سعر تاني. عامه انا في الفيديو دوت مش جاي اعمل كده، في الفيديو دوت الموبايلين ب 12000، الاونر فيو 20 والون بلس 6 تي هو مش معانا دلوقتي، فاعتبروا ان انا ماسكه كده. فلما توصل ل 10000 الفروقات في القيمه اللي انت بتاخدها ما بين ال 11 وال 12 ما بتبقاش فروقات فظيعه، على عكس الفرق الموبايل من 3000 ل 4000. يعني برضه هو نفس الفرق، ال 1000 جنيه المفروض ندفع اكتر تاخد اكتر، لا ال 1000 جنيه في ال 3000 بتاخد والله يعني سبيكس اعلى بكتير من الفرق من 10 ل 11 زي ما بقول لك كده. والله عايز اخليها مراجعه سريعه بدون دخول في تفاصيل وكده. الاثنين هيقدموا لك اداء حلو، كاميرا حلوه، بطاريه حلوه، شاشه حلوه، مش هتتضايق ولا هتيجي تقول يا ريتني اشتريت مش عارف ايه، يا ريتني جبت ده كاميرته وحشه جدا، ده كاميرته بالمقارنه ده، لا فروقات بسيطه. بس التريكات الزياده ديت شوف انت عاجبك انهي وروح اشتري. فالموبايلين دولت هم اكتر موبايلين، هم والشاومي مي 8 اتقال عليهم فلاج شيب كيلر فعلا، يعني قاتل فلاج شيب، بتبقى يديك نفس المعالجات ونفس الاداءات ونفس مش ايه الاداءات دي ونفس الكاميرات والحاجات، بس بسعر اقل منهم، مش اقل قوي يعني بس بسعر اقل. الديزاين، التصميم مش هنقارن، مش هتكلم في ديزاين، دي اذواق يا بشر. الناس في واحد بيبقى عايز الشياكه والفخامه، لون اسود مطفي ما فيهوش اي حركه ما فيهوش اي حاجه، ون بلس ازاز بريميوم ما فيهوش اي حاجه، ون بلس. واحد بقى شاب روش بقى وبتاع ومش عارف ايه وعايز امشي اعمل مهرجان كده وانا ماشي، ده روش جدا، انا عاجبني الشكل ده. هتمشي في اي حته لازم اي واحد يقول لك خد كده وريني كده الموبايل دوت، شيل الكفر كده وروني، لازم هتتسال عليه. اما الوان بلس الصراحه لا، شكله اتم كده، شياكه شيك واسود ونضيف وفي منه الوان حلوه، بس ده للناس اللي تحب تلفت الانظار. يعني بطاريه 4000 وده 3700، الفرق مش كبير قوي ما بينهم، بس في فرق شويه للفيو 20 في الحوار الشحن السريع، اسرع باتنين، ده 20 واط ودوت 22 واط ونص، مش حاجه كبيره يعني. بس استهلاك البطاريه في الاونر في 20 يعني احسن شويه، منظم شويه. لما جينا مثلا انا كنت بصور كان الون بلس لقيته بيقل اسرع شويه، دوت ما كانش بيقل، ده كان بيحافظ شويه على البطاريه. الشاشه هنا بقى اروح مع الون بلس، معلش السوبر اموليد، الشاشه السوبر اموليد احسن بكتير بالنسبه لي من ال سي دي العاديه. تقول لي موضوع الخرم اللي في الشاشه والحواف ومش عارف ايه، انا ممكن اضحي بالحاجات ديت والحواف في سبيل ان انا اخد شاشه السوبر اموليد تحفه بتاعت ون بلس. دي برضو حاجه جديده وانت ماسك حاجه جديده ومش عارف ايه وبتاع. بس فكره الاونر الشاشه بتاعته فيها اوفر شاربنس كده زياده، فيها حده زياده كام مزودينها. حاولت اخش في السيتنج واظبطها مش عارف، اي فيديو لما اقارن الفيديوهين الاقي شاربنس زياده في الفيو 20. الاداء الفيو 20 كيرن 980 قصاد سناب دراجون 845، هتلاحظ الفرق؟ لا مش هتلاحظ الفرق، الكيرن اقوى. بس هل انت محتاج القوه زياده ديت؟ هل انت هتفرق معاك؟ لا مش تفرق معاك. عارف اللي يفرق معاك بقى؟ سيستم بتاع الموبايل، اليو اي بتاع الموبايل، الواجهه بتاعت الموبايل. هنا بقى برضه اروح مع ون بلس، الاكسجين او اس اسلس بكتير من الواجهه الايموشن يو اي بتاعت اونر، حلوه بالعكس. الاونر فيها مميزات اكتر وفيها كاستمايزيشن اكتر وفيها حبشتكنات اكتر، بس تقيله. ممكن يجي لي ابديت يظبطها بعد بيسموها ماجيك يو اي. انا الصراحه متحمس اشوف، عايز اعرف ايه اللي هيبقى مختلف عن هواوي، بس يعني متحمس لها. بس هي حاليا الون بلس انعم بكتير في التحرك وفي السلاسه، بس كاداء وكقوه الاثنين واحد، الاثنين واحد، ويمكن كمان الاونر اقوى. اللي هيتفوق فيه الاونر حته برده في الزياده ممكن تنفع، موضوع ال8 رام. انا هنا مهما افتح اي ابلكيشن واطلع واسيبه، يعني ساعات فتحت ببجي وسبتها ونمت وصحيت تاني يوم لقيته شغال عادي، يعني فاهم، مع كام ما اتقفلش في الخلفيه والكلام ده، ما بيقفلش اي ابلكيشن. كمان 256 تاني في نفس رينج السعر، هتاخد 6 رام و128 جيجا، اما دوت 8 رام و256 ربع تاني. البصمه والفيس انلوك، بص هي مفاجاه بس انا هختار الفيو 20، اختار البصمه دي، مع ان التاني بصمه في الشاشه وحركات ومش عارف وبتاع وايه، لا على طول كده على طول. التاني لازم اقف واعمل وادوس شويه وبتاع، وساعات ما بتجيش واقلب ايدي واعمل، لا
التانية ديت بتدوس دوسه واحده خلاص فتح معاك، يمين شمال فوق تحت، صباعك مقلوب صباعك متوسخ، بتفتح في اي وقت. عمليه اكتر. الفيس انلوك الاثنين تقريبا في نفس السرعه تقريبا يعني. الصوت الاثنين ما فيهمش ستيريو سبيكر فحاسسهم قريبين من بعض. ونيجي بقى حته هنا بقى الستيريو سبيكر وضد الميه واللي هي الحبشتكنات بتاعت الفلاج شيب، الاثنين ما فيهمش الكلام دوت، ما فيهمش حاجات زياده كده، شحن لاسلكي الكلام ده، حاجات تافهه لمعظم الناس بس ديت اللي بتغلي سعر الفلاج شيب. الفيو 20 اللي ميزه جدا ان هو فيه هيدفون جاك، دي حاجه يعني بص هتتسوح وهتعرف اهميتها لما يكون معاك ون بلس كده وراكب العربيه مع اصحابك ويلا يا ابني شغل لنا مش عارف ايه، هاتوا يا جدعان البتاع، تيجي تحط ما تلاقيش، ما تعرفش تحطه فين. وكمان في اي ار بلاستر من فوق ريموت والحاجات برضه دي زيادات مش مفيده قوي بس برضه في ناس بتفرق معاها. الكاميرات بص خد كلامي ثقه، جربت الاثنين كل واحد لوحده وهما الاثنين مع بعض فتره بسيطه بس اقدر احكم، اقدر خد كده كلامي ثقه وخد اللي بقوله لك دوت، مش هسوحك ما تخافش. لو انت هعرض لكم صور وهوريكم الفرق بس خد الكلام دوت الاول. لو انت بتحب تصور اشخاص سيلفي واشخاص بورتريه روح مع الون بلس. اي حاجه كده طبيعيه في الحاجه حيويه في الوش في الكلام دوت الون بلس احسن بكتير. الوش سكين تون احسن، العزل اقوى وادق. بص الون بلس بيقدر يتعامل مع البورتريه وكمان بالذات السيلفي تحفه تحفه بمعنى الكلمه. عايز بقى انت بتصور بقى مباني وبتصور اكل وبتصور حاجات اللي هو الراجل اللي بيروح يصور كوبايه القهوه والاكل ومش عارف ايه والكلام ده اللي هو معظم الناس تقريبا دلوقتي، روح مع الفيو 20 احسن بكتير، تفاصيل اقوى بكتير وشاربنس اعلى بكتير واتش دي ار. بص في كده باك فيه بيطلع صوره فيك بس فيك انت تحبها. الصور فيك فعلا انت تحبها، مش هتحبها في شكلك مش هتحبها في وشك بس هتحبها في الحاجات التانية، في المباني في العربيات في الطريق في كل حاجه، تخلي فعلا شكل الصوره زاهي كده. الاي اي فعلا بيخلي الصوره بيرفكت. الفيديو لو يهمك الثبات ون بلس، لو يهمك بقى برضو الكونتراست العالي والالوان الزاهيه هتروح مع الفيو 20. في الكاميرا انا عاجبني ايه مش عارف، انا عايز ميكس ما بين ده وما بين ده. لحد دلوقتي الاثنين مش راضيني في موضوع الكاميرا، ده مش عاجبني في الاشخاص، الفيو 20 مش عاجبني في الاشخاص، والون بلس الوانه باهته سيكه كده لما اجي اصور اي حاجه بحس الصوره بيل كده ممسوحه. تاني نقول تاني الاثنين قيمه هايله مقابل السعر، مش هتيجي تقول يا ريتني جبت دوت ويا ريتني ما جبتش دوت. الاثنين الفروقات بسيطه، الفروقات مش شاسعه قوي. ارجع كده واتفرج على الفيديو تاني كده وشوف التفضيلات الصغيره اللي فارقه معاك واختار الموبايل على اساسها. فوانت بترجع كده انزل اعمل لايك للفيديو عشان انت اللي طلبت الفيديو دوت اهو. كل الكومنتات الفيديو 20 قارنوا مع الون بلس، ما عملتوش لامي يعني. اشترك كده واستهدى بالله واعمل لايك واشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.